اقسم بالله عظمه يا جدعان. اقسم بالله عظمه عظمه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا جدعان. يلا نشوف الاجواء الحلوه دي من قدام. يلا هنا كده ها كنت منتظر صلاة الفجر والأذان كان بيدن. الله أكبر الله أكبر. هنا كده ابتديت أقوم أصلي الفجر، ما ينفعش أصور لكم يا جدعان. بعد كده صليت الفجر، بعد كده ابتديت أقرأ ورد قرآن. اسمعوا صوته بس في أول آيتين وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر هل ترى من فجور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر وهو خاسئ وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا له عذاب السعير. صدق الله. هنا كده خلصت حفظ قرآن، بعد كده سبحت الحمد لله، خلصت حفظ. بعد كده هنتجه خروج من المسجد، نقول دعاء خروج من المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أسألك من فضلي، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده اول فلوج هنعمله على اليوتيوب في الزرع. ايه رايكم؟ لسه طالعين من الجامع دلوقتي، يعني هنعمل لكم فلوج جميل في الزرع كده اهوت. لسه صلينا الفجر وطالعين من الفجر، هنوريك جوله بسيطه، حاجه حلوه. بص كده، بص الطبيعه، والله العظيم انا شايف حاجه جميله. هنطلع جوله جميله في الزرع. ايه رايكم يا جدعان؟ وحشتني الحاجات دي. بص وحشتني، هوريها لكم قدام. وحشتني الحاجات دي، فقلت والله لا اطلع من الجامع كده واصور كل الحاجات الحلوه دي. بص الطبيعه، صليت الفجر وطلعت وشفت الدنيا دي، وقلت والله لا اصور كله ده. شايفين والله العظيم وحشني الحاجات دي. زمان كنت من صغري بطلع واتفرج على الحاجات دي واشتغل في الحاجات دي الوقت بوه. ايه رايكم في الطبيعه؟ بص الشفاء، وحشني والله الحاجات دي. ايه رايكم يا جدعان؟ بص يا جدعان، بوه حاجه عظمه، اقسم بالله الطبيعه دي ما لها حل. ايه رايكم؟ بص ترعه دي، اسمها ترعه ولا اسمها اللي يعرف يقول في الكومنتات. ايه رايكم في الزرع الاخضر ده؟ ايه رايكم يا جدعان؟ بص حمار. ايه رايكم يا جدعان؟ بص الشمي. احنا ندخل دلوقتي جوله جميله الوقت في الزرع، وهقول لكم على شويه حاجات جميله دلوقتي. لسه جايين يا جدعان، والله العظيم الواحد وحش الحاجات دي كده اهو. ايه رايكم يا جدعان؟ بص كده، انا جيت من عند الجامع اللي هناك ده هوت. نيجي ندخل لكم عند الله النخل. والله الحاجات دي من زمان جو ما شفتهاش، فعاوز اشوف. يعني صليت الفجر وطلعت، قلت والله لا اطلع اشوف الحاجات الطبيعة الحلوة دي. اقسم بالله الواحد نفسه يرجع لايام زمان يا جدعان. بص النخل، بس كده نطلع لكم بعيد. اها لسه مطلع بلحة، شايفينه لسه، بس لسه بلح اخضر، استنى لما يطيب. ايه رايكم؟ اها يا جدعان، الله عشان الدنيا مغبشة فوق. بص هنبدأ بأول حاجة دي، انا فاكرها اسمها جراوة. جراوة جراوة، ده البتاع اللي لما يشخوا البهايم. يلا جيب الكاميرا عننا احنا كده يا جدعان. كده شايفيني حلو؟ ايه رأيكم كده؟ ايه رأيكم في الطبيعة؟ والله العظيم عظمة، اقسم بالله عظمة. شايفين؟ انا الناس اللي بتسأل عليا في الغيبة دي كلها، والله انا حياتي اتدمرت في الغيبة دي كلها يعني. فانا اقسم بالله العظيم هنرجع وهنشوف الدنيا. شوفي القناة بعد ما كنا عاملين عدد الساعات نزل خالص، واحنا مع بعض مكملين ان شاء الله، وهنوريكم كل حاجة دلوقتي.
بص الطبيعة بو، حاجات عظمة والله العظيم، الواحد في عظمة. ايه رأيكم يا جدعان؟ والله العظيم بو، واحد لما يجي مع نفسه كده في روقان اقسم بالله. يلا يا جدعان، ده احنا ده اسمه فحل. ايه رأيكم؟ عظمة. بتاع ده اعتقد اسمه فول سماني، فول سماني. وده هوت اوريهولكوا، استنى اعدل الكاميرا ده شامي، اللي هو بيطلع الذرة وبناكله شامي. وده ده ملوخية اللي هي بناكلها، ده الخضرة. يلا حاجة نوريها لكم يا جدعان. احلى ناس يا جدعان، والله وحشتوني، والله وحشتوني. اعدل الكاميرا علينا عشان تشوفوني. والله وحشتوني يا جدعان، اقسم بالله وحشتوني. انا والله غيبة طويلة رحتها، وسبحان الله يعني الواحد تعب، تعب عشان يجيب معدات وحاجات عشان وتغير، يعني غير الاول خالص. يعني الناس اللي بتسأل عليا في الكومنتات ديت انت فين، كومنتات كتير، انا مش هعرف اوصف حبكم ليا ازاي. والله العظيم بشكركم من كل قلبي. ايه يا جدعان ده، بحبكم في الله اقسم بالله. احلى مسا على كل واحد سأل عليا وقال كلمة حلوة في الكومنت، وحسب الله نعم الوكيل في كل واحد اذاني وضايقني في كومنت. نشوف الاجواء الحلوة دي بعد كده، نبقى نحكي في الحاجات دي. ماشي، يلا نشوف الزرع، الحاجة الطبيعية دي اللي احنا فيها. بص كده، اقسم بالله عظمة يا جدعان. اخ بويا يا جدعان، اه اقسم بالله عظمة، عظمة. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا جدعان. يلا نشوف الاجواء الحلوة دي من قدام. يلا اهي يا جدعان، هنوريكم حاجة، وهوريكم الذرة اللي هو كان صغير هناك، هنوريه لكم يعني وهو مطلع الذرة كمان. استنى، ده فول سمان اللي هو بيربي فول بلدي زي كده اهو، وبيطلع يعني. عاوزين نوري لكم الشام البلدي، بس للاسف الارض طين هنا، طين، مش هقدر امشي لكم. انا ممكن نجربها لكم من هنا وتشوفوها براحتكم انتوا. اهي اللي هو بيطلع الذره وبناكله. مش هقصر معاكم في حاجه. بص البتاع اللي طاير في الجو ده، القمر باين يا جدعان. ايه رايكم؟ والله حاجه عظمه. بص الحاجات الحلوه دي اقسم بالله عظمه. انا عاوز ابان معاكم، عاوز ابان انا في الطبيعه دي. اللهم صل على النبي يا جدعان. والله ما اشكركم جدا يعني. انا اجواء طيبه، حاجه حلوه انك تصلي الفجر وتبقى طالع من صلاه الفجر مصلي الفجر، راحه نفسيه اقسم بالله ما عارف اوصفها لكم. يعني الحاجه اللي جات لي دلوقتي اقسم بالله حاجه حلوه، حاجه من عند ربنا اقسم بالله يا جدعان. انا كنت طالع من بعد العشاء ونفسيتي رايحه، نفسيتي متدمره. تقول هو اعمل ايه؟ ايه اللي اعمله عشان نفسيتي ترجع زي زمان؟ عشان نفسيتي ترجع زي زمان وتدمرش. والله قلت الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، كله خير. كل اللي هيجيبه ربنا كله خير، والحمد لله على كل شيء يعني. انا ما بعترضش على حاجه، بس الحمد لله. والغيبه الطويله دي الواحد راح في دوامه، ويوم ورا يوم وحياته بتعدي. سيبك من اللي كل الهبل والحاجات دي اللي حصلت دي سوا، خلينا في الجديد. الجديد جديد. ايه رايكم هنا؟ اللهم صل على النبي. الله، الله، صلوا على النبي يا جدعان. اوصف لكم فرحتي ازاي وانا طالع دلوقتي. الله، اللهم صل على النبي يا جدعان. خلينا انا كده اهو، احنا نحكي حكايتنا. ده شامي اللي ورايا ده، اللي ورايا ده شامي، بس شامي كبير. هوريهولكوا، ده شامي اها. ندخل كمان ونوريكم الجناديل اللي فيها اها. اها الجناديل يا جدعان اها. ده بيطلع شعر من فوق قدام ما يبقى يربي الشامي كله. بص كده يا جدعان، هحكي لكم حاجه عن الشامي ده. طين، طين يا جدعان، مش هقدر ادوس. هحكي لكم حاجه عن الشامي ده. هذه الكاميرا كده، هحكي لكم حاجه صغيره كده عن الشامي ده. زمان واحنا يعني عيال، عندنا يعني 5 7 سنين كده ها. الشامي ده اللي هو ورايا ده، كان الناس حراميه بتيجي فيه. حراميه ايوه، اللي هي بتسرق عيال صغيره والكلام ده. انا بعناية اقسم بالله يا جدعان، ادي كام سنه اهو، ادي
10 سنين او 6 سنين حاجه زي كده، انا مش فاكر يعني. فاكر الحوار اللي حصل، كنت انا وولاد عمي وكنت جاي اجيب ملوخيه هنا في المنطقه اللي انا بصور لكم فيها حاليا، ده ارضنا احنا دي. كنت جاي اجيب يعني ملوخيه اللي هي بتتاكل الخضره ده، واقسم بالله يا جدعان وكان معانا عجله والكلام ده وجايين مع بعض، ودخلنا الفحل اللي انا فيه ده، ده اسمه فحل اها اللي انا واقف فيه الطويل ده اللي بيمشي فيه الميه وبيسقي الدنيا دي كلها. وفجاه لقينا واحد، اقسم بالله واحد ما هنساها ابدا، واحد طالع من الشام كده اهو وهيقبص واحد مننا ابن عمي انا، كان هيمسكه او يمسكني انا، انا اعتقد كده اهو اللي هو كان هيمسك حد مننا ويخطفه والكلام ده اللي هو انا والله ما اعرف، والله العظيم لو ما جرينا كلنا لكن مسكنا والله العظيم. والله العظيم الواحد يعني ليه ذكريات كتير جدا في الغيطه دي، الغيطه الكبيره العريضه دي. بص الشمس، بص الشمس، اوريكم الشمس بس، اوريكم الشمس يا جدعان، الشمس مش ظاهره، الشمس مش ظاهره، الشمس مش ظاهره. بص كده هعدل الكاميرا عليها، هل الشمس لسه طالعه يا جدعان؟ انا هخليها طالعه ورايا. الله على الطبيعه يا جدعان، خلينا كده الشمس طالعه ورايا. والله حاجه عظمه انك تشوف الشمس والدنيا وراك كده. اللهم صل على النبي. خلينا كده نظبط شعرنا كده اهو. والله الواحد كان جاي من شغل فيش، الدنيا ناشفه الدنيا ناشفه والله. ايه رايكم في الطبيعه؟ حاجه عظمه. احنا هنحكي كلمتين كده اهو في الحاجه الحلوه دي. والله العظيم الواحد الفتره دي كلها عاوز احكي لكم اول من شهر كام؟ من شهر 7 السنه اللي فاتت، من شهر 7 السنه اللي فاتت ساعه اخر فيديو عملته في القناه اللي هو عملت ايه. هحكي لكم من البدايه كده، هنقف كده اهو عشان تبقى ورانا الطبيعه الحلوه دي. هنظبطه في الفوكس بس. ايه رايكم كده؟ نقعد احسن عشان والله الواحد تعبان. الله على الطبيعه دي، اللهم صل على النبي. والله العظيم الواحد يعني في شهر كام؟ في شهر 7 2022 كنت زي ما انتم شايفين الناس اللي متابعاني وعارفاني كنت بعمل فيديوهات، بس مش الفيديوهات ديت. الفترة الأخيرة كروطت فيها صراحة يعني. رحت مصر أول يوم، أول ما رحت فين؟ رحت سينا اللي هي بيتضرب فيها نار ومصايب وكمان وجميع كل حاجة. أنا نذكر لكم كل حاجة دلوقتي تفاصيل تفاصيل. رحت سينا ورحت هي سينا شغل ايه؟ شغل معمار اللي هو يفلق الواحد صح. خليكم ملاحظين معايا في الكلام، أنا وزني كنت رايح متهيألي 92 أو 95 حاجة زي كده. ورحت شفت الفرشه وشفت الشباب اما تنام عليه، وشفت منظر السكن، منظر السكن بس يسد النفس. السكن ده عباره عن ايه؟ عشه اللي هي محطوط عليها البوص دهوت اللي انا وريته لكم بتاع الذره، ومحطوط عليها وكده مسطحه. وعباره عن ايه السرير اللي انت هتنام عليه؟ بطانيه، وبطانيه معفنه ريحتها لعدن الحمد لله يعني. وتاني والمخده، بص شفت شكل الارض متهيألي احسن منها يعني حاجه والله تسد النفس. هعمل ايه؟ واقسم بالله اقسم بالله ما كان في جيبي ساعتها في الايام دي غير 300 جنيه. انا الحمد لله انا كان معايا فلوس بس، او حد انا كانت مع حد وما كنتش طايلها منه يعني. فرحت قعدت في مصر، رحت اول يوم انزل شغل. الشغل عباره عن معمار، انك مثلا اوضه مليانه ركش وطوب وترابه والكلام ده كله، الواحد ينزل ويعبي في اكياس وبتاع. بقت ايه ده؟ ايه البهدله دي؟ نزلت واشتغلت واستحملت وقلت الحمد لله. اول يوم تاني يوم اتخصم عليا اللي هو مشكله او ما لقانيش في المكان الشغل. المشرف والناس وكده اللي هم تبع الشغل ده بيجوا يقفوا على العمال، ما يخلوهمش ياخدوا نفسهم يعني. والله العظيم حسب الله نعم الوكيل فيهم، حتى لو شافوا الفيديو ده حسب الله نعم الوكيل فيهم. اللي هم يعملوا في البني ادمين، احنا بني ادمين زيكم، بشر زيكم، ما ينفعش انك تعملوا كده في الناس يعني. حاجه والله العظيم الواحد استحمل. قعدت تاني يوم اتخصم عليا 3 ساعات بسبب اني رحت مثلا اشرب بتاع. ايه ده؟ والله العظيم استعباد. ما عارف انا اقول لكم ازاي كانوا بيعملوا ليه كده. رحت قعدت اليوم والتاني والتالت والرابع والحمد لله يعني. الواحد تحس ولف على العيشه دي غير اللي كان عايشها في الاول. استحمل يروح بعد الشغل هدومه دي
عباره عن تراب وطين ووسخ والكلام ده كله. ايه العيشه دي؟ الناس دي عايشه ازاي هناك؟ والله قلت الحمد لله نستحمل. نستحمل. اليوميه كانت كام ساعتها؟ اليوميه 140 اعتقد كده، 140 ايوه صح، 140 جنيه. بقيت اقعد من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 6. وفي حاجه اسمها تسهر ساعتين. الساعتين دول انت عاوز تضيف ساعات، بيجي يخلوك تسهر غصب، اللي هو لو مشيت ما تجيش بكره. انت الوقت تعبت فمش هتقدر تشتغل غصب. استحملت الحكايه دي كلها وكله الحمد لله يعني استحملت. قعدت اشتغل ولفت زي الناس ديت، وشفت والله العظيم ايام ما يعلم بها غير ربنا. الواحد خد منها الدرس عشان يعرف ان الحياه صعبه شويه كده اهو وهتحلاله ان شاء الله. فرحت الحمد لله، قضيت الاسبوع والتاني بقيت افكر. بقيت الايام تتكرر كل يوم، بقيت اليوم اصعب من التاني. رحت قعدت الشهر، بقيت اقول انا همشي اول شهر. قعدت الشهر التاني، جيت قلت انا عاوز اقعد. عارف خسيت كام كيلو؟ خسيت يعتبر 19 20 كيلو. من ايه؟ من ما بعرفش 93 حاجه زي كده اهو لحد كنت داخل ساعتها في ال 73 75. بقيت انا فرحان. الواحد اما يحب الايام دي والاجواء دي يعني ما كرهاش. انا الواحد اول ما يروح في اي حته ما يتعقد، لكن لما يقعد شويه ويقدم بيحب الاجواء دي ويحب الحاجات دي كلها. يعني الحمد لله. الحمد لله على كل واحد، وعلى كل واحد عافر وتعب في حاجه عشان يوصل ليها. وانا الحمد لله يعني كل اللي هيجيبه ربنا خير ليا. بس انا والله العظيم الناس اللي بتسال عليا في الكومنتات وكده، إيه، والله الحمد لله. والله انا الحمد لله يعني. وما فيش اي فيديوهات والكلام دوت. محتوى الرياكت اللي هو التحفيل وكده اعتقد مش هرجع له تاني، ولا ارجع بس من غير ما اشتم حد او من غير ما اتنمر على حد. يعني اعمل حاجات من غير ما اجيب عري، ومن غير ما اشتم حد، ومن غير ما اتنمر على حد. الحاجات دي حرام. والواحد اقسم بالله مش عاوز يعمل ذنوب عشان حياته ما تبص. عاوز يعيش سليم، مش عاوز يعمل اي ذنوب. والحمد لله يعني الواحد ما خلي باله يعني من الذنوب ومن الخطايات اللي كل الناس في ناس واقعه فيها كتير. الحمد لله يعني عشان حياته ما تبص بعدين. انا الحمد لله حياتي لما ضقت الويل شويه قلت ممكن انا اعمل حاجات وحشه ومش عارفها، فاراجع نفسي تاني وتالت. والحمد لله انا مصلي يعني يا الكلام دوت يعني ربنا اللي عالم بيا والكلام ده. فالحمد لله. فكل حال فكل حاجه الحمد لله. والله الحمد لله. وبشكركم جميعا والله العظيم. صلوا على النبي كده يا جدعان وادعوا لي. ادعوا لي ان ارجع بالسلامه كده اهو. ابتدت الشمس تطلع اهي، لو اوريها لكم اهي طالعه ورايا اهي. هي سندريها كده اهو. نقعد في الجنب ده عشان الدنيا ما تبص، عشان نبقى حلوين كده اهو. انا بصور لكم دلوقتي بكاميرا مش بالموبايل زي زمان. انا زمان كنت بصور لكم بالموبايل. الوقت طورت، جبت كاميرا، بقى معايا كل الامكانيات. بس ايه، والله الوقت انا طورت، بقى معايا كل الامكانيات. بقى معايا كل الامكانيات. بس انتوا اللي تقدروا ترجعوني، وانتوا اللي تقدروا تخلوني اكمل، وانتوا اللي تقدروا تخلوني اعمل كل حاجه حلوه وافرحكم وافرح انا كمان. انا الوقت هرجع بس بحاجات مفيده، حاجات حلوه تستفادوا منها. وفي يعني حاجات ضحك، اللي هو الواحد ممكن كان بيستنى فيديوهات عشان يضحك وكده والكلام ده. في ناس كانت بتقابلني تقول لك انت بتتنمر على الناس، انت بتضحك على الناس، انت بتجلد. الحاجات دي خلي في علمك بتضايق. يعني الناس هي اللي تعمل وما تعملش في نفس الوقت. هي اللي لما تخلي البني ادم، يعني يوتيوبر كتير يعني حالتهم باظت بسبب الناس، بسبب كلام الناس، كومنتات وكده والحكايات دي كلها. بس الناس دي راحت واحنا عاوزين نرجع بدايه حلوه كده اهو، ونستمر في القناه ونرجع لها. الحياه صعبه زي ما انتم شايفين، وعاوزين نخلي الحياه حلوه على كل الناس. وصلوا على النبي كده يا جدعان. واللي مش عم يصلي يصلي، واللي مش عم يستغفر يستغفر، واللي مش عم يقرا قران يقرا قران، واللي لما يعمل اخطاء يبطلها، واللي لما يعمل حاجات وحشه يبطلها، ولما يعمل خير يكمل في الخير ويزيد خير، وربنا هيزيده خير. والكلام ده انا يعني الواحد اما يعرف معناه كل ما يكبر، كل ما يعني ما يقول حاجات كتير ما كانش عارفها، فالواحد كل ما يكبر سنه يكبر يعرفها. فتلاقي الواحد عارف حاجات كتير الايام دي. كل ما تعمل خير هتلاقيه. بص كده، ايه رايكم يا جدعان؟ ما كل ما هتعمل خير هتلاقيه والله. الشمس طلعت ورايا كده اهو. ده يا جدعان انا بحكي لكم على الحياه اللي مريت فيها. بس سيبك من كل الكلام، سيبك من كل ده، وان شاء الله هنرجع هندمر الدنيا يا جدعان وكل حاجه يعني، وان شاء الله يعني. بص يا جدعان الطبيعه، اللهم صل على النبي، حاجه عظمه.
والله الحاجات دي وحشتني، يعني انا كنت زمان هنا. ده فلوج بسيط قلته لكم عشان تشوفوا سبب غيابي ليه. ده كان فلوج بسيط عشان تشوفوا سبب غيابي ليه، وانا ما بطلتش. انا هرجع وهكمل وهعمل كل اللي في نفسي. وما تنساش تنزل تحت تشترك في القناة وتكتب 3 كومنتات. 1 نصلي على النبي في الكومنت، و2 ادعي لي دعوة حلوة، وحاجة كده تخلينا نستمر. كله من قلبك. كل ما تطيب انسان هتلاقي اللي يطيبك بعد كده وربنا يبعت لك ويدعي لي دعوة حلوة كده اهو. وصلوا على النبي يا جماعة في كومنت، هي دي الحاجة اللي قاعدة لنا. ويلا نكمل مع بعضينا، واحنا مع بعض مكملين ان شاء الله. وانا ما بطلتش. الناس اللي سألت هحط لكم الكومنتات وهنشوف الدنيا فيها ايه. ويلا يا جدعان، عشان انا طولت عليكم معلش، بس دي كانت حكايتي كلها اللي حصلت معايا في مصر واللي حصلت معايا بره وكده والكلام ده. وريتكم اهو. ولو عجبتكم الجوله ديت قول لي عشان اعمل زيها تاني واكمل لكم في القناه. ويلا ما تنساش تنزل تحط اللايك والكومنت بتاعك الجميل واشتراك في القناه. وعايزك لو عجبتك الجوله دي، الحاجه جميله والله، حاجه جميله. بص الطبيعه لحد ما الشمس طلعت. انا من بعد الفجر وانا نيه ان انا اعمل الفيديو دوت اللي هو حي طبيعه، فلوج جميل وحاجه عظمه، جوله جميله وفلوج عظمه والله. ما تنساش تنزل تحط اللايك، تشترك في القناه عشان نكمل واحنا مع بعض مكملين. وما تنساش تتابعنا على الانستجرام. وهنقول لكم كده سلام يا جدعان عشان طولنا عليكم. سلام يا احلى اخوات في الدنيا.